الغد المباراة اللي بينتظرها الجميع الاهلي وروما. طبعا المباراة المرتقبة لسه مكملين برضو مع ناقد النادي المتميز عمر عبد الله المتخصص في الكرة الإيطالية. طبعا قبل الفاصل يا كابتن عمر كنا بنتكلم عن المواجهات بقى اللي بين لعيبة الاهلي وبين لعيبة روما، ولكن في التوقيت ده في حالة من الصخب والاهتمام خلاص قبل ساعات من المباراة في الامارات. هيكون معانا تليفون بعد قليل للحديث عن التليفون معانا. طبعا بنرحب بزميلنا الاعلامي المتميز الدكتور عماد يوسف من الامارات. تحياتي ايهاب الخطيب وتحيات عمر عبد الله. اهلا بيك يا ايهاب، برحب بيك وحبيبي طبعا عمر، المصحفيين الشاطرين المميزين. وبقول له بوفون بيسال عليك، هو هيعرف. حبيبي يا دكتور. هو طبعا يا دكتور عماد كان موصيك تجيب له التيشيرت بتاع بوفون وانت بتغطي طبعا. مش هفكرك تاني يا دكتور. بص انا بوعده ان التيشيرت بتاعه موجود، وان شاء الله باذن الله يعني يوم 21 طبعا انا عارف ان هو 21 هيفضي نفسه يقعد مخصوص. ان شاء الله باذن الله اجيب له التيشيرت بتاعه باذن الله يعني، واخليه يكتب له عليه كمان عمر، عشان بس مش بالعربي يا عمر يعني مش عايزك تبقى عشان وانا خد بالك عشان التيشيرت ده لما تديهوله هنخليه يجيبه معاه هنا. لا ان شاء الله باذن الله وعده بامر الله تعالى ان شاء الله يديله على تيشيرت وان شاء الله هجيبه له باذن الله. دكتور عماد، اهتمام بمباراه وديه بين الاهلي وروما، يعني تعدى حاجز الوديه، تحس ان المباراه رسميه والمباراه في الامارات او في ملعب العين، واهتمام اعلامي كبير بهذه المباراه. شوف خلينا واضحين ان النادي الاهلي لما بيلتقي باطراف اوروبيه بيكون الطعم والاداء مختلف، لان النادي الاهلي عودنا انه بيلعب مباراه كبيره وبيلعبها بشكل جدي، يعني مش مع ليها طعم او ملهاش طعم. ضيف لي دوت يا استاذ ايهاب عشان برضه نبقى احنا واضحين الحضور الجماهيري. طبعا انت عارف ان اطراف المباريات والمنتخبات الوطنيه المصريه بيغيب عنها الحضور الجماهيري، خاصه على مستوى الدوري المحلي في مصر. فانت لما بتيجي بمباراه وديه بين الاهلي وروما الايطالي حط كل المعطيات اللي بكلمك فيها، حضور جماهيري على اعلى مستوى، ومش اي حضور جماهيري، حضور جماهيري متعطش لانه يشوف الفرق المصريه مره ثانيه بتلعب. طبعا بعد نجاح تجربه السوبر يا دكتور عماد كانت تجربه ناجحه جدا على نفس الملعب وفي ذات المدينه. صحيح 100%. المباراه تلعب على استاد الزعب الزايد في مباراه العين هي مباراه يعني هي مدينه بتقع يمكن بين ابو ظبي وبين دبي. مدينه جميله جدا، الاهم فيها ان استاد الزعب بن زايد واحد من اهم الملاعب اللي بيمتلك جميع المواصفات القياسيه العالميه موجوده فيه، من الملاعب المعروفه على مستوى العالم. يمكن اعتقد ان لم تخن الذاكره 2014 كان واخد من اجمل ملاعب العالم. اجمل استاد في العالم. مش غريب على النادي الاهلي، ودي ميزه ان الاهلي لسه لاعب عليه بنتكلم مباراه السوبر مع نادي الزمالك. مش غريب على الجماهير المصريه، هو يمكن بيرتفع ل 25,000 متفرج، ويمكن خليني اقول لك ان جميع التذاكر نفذت بالكامل، يعني نفذت عن اخرها، والموضوع اعتقد انه خلاص الملعب يعني ان شاء الله في مباراه غدا مقفول. الامور كلها ماشيه بشكل اكثر من رائع. العمليه التنظيميه يمكن انت بتيجي استهاب كتير في مباريات في الامارات سواء ليها اطراف مصريه او ملهاش، بتشوف عمليه التنظيم بتكون على اعلى مستوى ودرجات. وعندك بكره يا دكتور عماد، جاي لك بكره ما تقلقش. ان شاء الله باذن الله تيجي بالسلامه انت كل زمايلنا باذن الله تعالى. تنوروا. انت عارف ان العمليه الترتيبيه والتنظيميه اللي خاصه باللقاء بتكون يعني بمواصفات اوروبيه، وده اجمل ما يكون، والاحلى من كده ان الجمهور بيلتزم بشكل اكثر من رائع، لان هم يعلموا تماما جميع القوانين واللوائح اللي بتحكم الحضور الجماهيري للمباريات. فاعتقد دكتور عماد قبل ساعات من المباراه، يعني احنا دلوقتي ليله المباراه وقبل ساعات من المباراه، الاهتمام الاعلامي في الامارات الدنيا ماشيه ازاي؟ الامور في الساعات الاخيره من وجهه نظرك شايفها ازاي وانت موجود في ارض الواقع؟ خليني اقول لك ان طبعا لا، على المستوى الاعلامي في طبعا حضور اعلامي جيد جدا، وفي تناول مميز سواء على مستوى الصحافه او حتى على مستوى التلفزيون. طبعا في قنوات مصريه وقنوات اماراتيه هتنقل المباراه، وهيبقى في استديوهات وفي تناول جيد. كان في النهارده مؤتمر صحفي كان ظهر اليوم بين روما وبين الاهلي، طبعا طلع بشكل لائق وشكل مميز. النادي الاهلي اتمرن بشكل جيد، اعتقد من الساعه 7 تقريبا
7:30 في نادي الوصل. ممكن تكون درجه الحراره في التوقيت ده يمكن يعني عاليه سنه بعض الشيء، بس خلينا اقول لك ان هي مختلفه عن مصر. يعني مصر يمكن درجه الحراره دلوقتي فيها اعلى يمكن من الامارات. الجو والمناخ يمكن حتى مختلف عن السنين اللي فاتت، لان في التوقيت ده المفروض تكون الامارات حر جدا، بس الامور الحمد لله جيده، وده هيكون في صالح اللعيبه. روما يمكن اتمرن في ايطاليا وجه مباشره عامل حسابه هيلعب المباراه فقط تغيير. نظام سيستم المدير الفني حاطه في طبعا اهتمام غير طبيعي وكبير جدا جدا ان انت عندك محمد صلاح كوجه مصري لمنتخبنا الوطني بيلعب ضمن صفوف روما، فبالتالي عامل يعني حاله جيده جدا، وعامل حاله شغف ان ازاي الناس بكره تنتظر لقاء محمد صلاح امام النادي الاهلي. خليني اقول لك ان الناس هنا ايهاب بتتكلم على حاجات كتير. محمد صلاح من اللعيبه لما كان بيلعب في المقاولين كان قادر انه يسجل في النادي الاهلي، فلعيب مهم، لعيب قدر انه في مع روما الايطالي يسجل اهداف كتير طبعا. كل الامال والطموحات طبعا مش هقول لك للجماهير المشجعه للفريق الايطالي، لان هنا في رابطه كبيره على فكره لفريق روما الايطالي وليهم اكاديميه، هيكون في برضه يعني دعم جماهيري، بس طبعا على مستوى جمهور النادي الاهلي. انا عايز اقول لك جمهور النادي الاهلي هتلاقي المدرجات كلها حمراء بكره. واحنا يعني كمصريين وكحتى عاشقين للاهلي او غيره كلنا ورا النادي الاهلي ان شاء الله نحقق يعني مباراه قويه تليق باسمه كبطل القرن الافريقي، وايضا حتى على مستوى سمعته العالميه، لان هو اكثر الانديه فوزا بالالقاب. يمكن وانت بتتكلم دلوقتي يا دكتور عماد، وانت بتتكلم دلوقتي يمكن مخرجنا سمير عكاشة بيستعرض طبعا ملعب هزاع بن زايد، وبيستعرض مباراة السوبر، واكيد كلنا عايزين نشوفها بهذا الشكل التقني طبعا، والتصوير والشكل الرائع اللي ظهرت عليه مباراة السوبر طبعا لن تقل عنها مباراة الغد ان شاء الله. بأكد لك 100% انت هتشاهد مباراة يعني هي ملتقى تماما وشبيهة تماما بالنقل التلفزيوني لمباراة الاهلي والزمالك في السوبر المصري اللي اقيمت على استاد هزاع بن زايد، لان انا زي ما باكد لك ان يمكن الاخوه الاماراتيين الناقلين لهذا الحدث بينقلوها بشكل اكثر من رائع، وطبقا ايضا لمقاييس ومواصفات عالميه. الامور ما بيبقاش فيها نوع من انواع الصدفه او عمليه اجتهاد من المخرج ان هو يحاول يوريك اي حاجه ملفته او غيره، لا، في نظام وفي سيستم هو اللي هيمتعك. المباراه على المستوى الحضور حدث ولا حرج، حظه حلو قوي قوي اللي هيحضر المباراه دي في ارض الملعب. اللي مش هيكون ليه الحظ من كل طبعا الجماهير وحبايبنا في مصر اللي هم هيشاهدوا المباراه عبر شاشات التلفاز، عايز اقول لك ان هم هيكونوا في منتهى السعاده، لان هم هيشوفوا مباراه على اعلى مستوى من النقل التلفزيوني التقني، زي المباريات اللي بتقام في اوروبا. مش هقول لك هيكون في فرق، هيتبقى فقط بس ان شاء الله ان الجهاز الفني بالفريقين على ارض الملعب يقدموا لنا كده يعني لمحات فنيه وامور ان شاء الله هتكون جيده جدا جدا. قلت لك يا ايهاب ان من الممكن يحصل ايقاف في بعض التوقيتات من المباراه، اعتقد دقيقه في كل شوط او اكثر حسب الامور هتكون ايه، علشان الجو يعني بيبقى وقت مستقطع، ودي طبعا يشربوا ميه بقى والقصه دي. الاتحاد الدولي موجوده، يشربوا ميه، دي يعني موجوده ما فيهاش اي مشكله في لائحه الفيفا، وبتحصل في دوريات كثيره جدا. بتحصل في الدوري المصري يا دكتور عماد، بس انت ايه طبعا انت غايب عننا شويه. الدرجات هنا درجات الحراره ارتفعت قوي بعد ما سافرت. ارتفعت مش عارف، كنت خليتني والله معاك يا كان يمكن الجو كان يفرق، بس يعني ان شاء الله باذن الله الاجواء يعني تبقى احسن واجمل ان شاء الله. مصر هتظل رائده على مستوى طبعا الوطن العربي على المستوى الرياضي باسمها بانديتها. النادي الاهلي نادي مشرفنا بشكل كبير جدا لما بيطلع يلعب بره، سواء في الدول العربيه، لان خلينا واضحين في تعاملنا مع النادي الاهلي، سواء كنا داخل النادي او خارج النادي او بنعمل معاه بمنتهى الامانه، بيعمل بشكل احترافي جدا زي الفرق الاوروبيه، في سيستم، في نظام، الامور بتكون سهله جدا. طبعا يمكن من اكثر من 3-4 ايام قبل الفريق ما يوصل، وانت اكيد عندك المعلومه ان الدكتور عصام سراج وايضا الكابتن سمير عدلي بالظبط موجودين تفقدوا الامور كلها، بالظبط الامور اللي خاصه بفريق النادي الاهلي، والحمد لله الامور كلها على افضل ما يكون. عشان نوصف للناس، النادي الاهلي مقيم هو وفريق روما في دبي، وان شاء الله هينتقلوا من دبي اليوم المباراه يوم الجمعه صباحا مباشره على ملعب المباراه، وده اللي فضله النادي الاهلي. يعني بكره دكتور عماد المباراه بتوقيت القاهره الساعه 6، بتوقيت الامارات الساعه 8،
هيخرجوا من دبي الفرقتين الى ملعب المباراه مباشره ثم يعودوا مباشره. تمام. الاهلي اعتقد انه يعني بعد المباراه الاهلي هيمشي ثاني يوم بعد بكره يوم السبت، لكن بكره مساء على طول روما هتحول من الامارات الى ايطاليا. اشكرك دكتور عماد يوسف، طبعا الزميل العزيز، طبعا وياما تألقت على شاشة قناة النادي الأهلي وموجود في الإعلام الإماراتي. تشوفك قريب إن شاء الله في القاهرة، وطبعا هنسبق ونشوفك بكرة في المباراة، وبتوحشنا عمدة. الله يخليك يا أبو، وحشني جدا، وجماهير النادي الأهلي وحشنا، وقناة الأهلي وكل يعني اللي متابعينا، وعمر كمان وحشني جدا. مفتقدينك والله يا دكتور. ما تنساش التيشيرت بس بتاع عمر، بتاع بوفون. يجي مباشرة عامل حسابه هيلعب المباراة فقط تغيير، نظام سيستم المدير الفني حاطه. في طبعا اهتمام غير طبيعي وكبير جدا جدا ان انت عندك محمد صلاح كوجه مصري لمنتخبنا الوطني بيلعب ضمن صفوف روما، فبالتالي عامل يعني حالة جيدة جدا، وعامل حالة شغف ان ازاي الناس بكرة تنتظر لقاء محمد صلاح امام النادي الاهلي. خليني اقول لك ان الناس هنا ايهاب بتتكلم على حاجات كتير. محمد صلاح من اللعيبه لما كان بيلعب في المقاولين كان قادر انه يسجل في النادي الاهلي، فلاعيب مهم، لعيب قدر انه في مع روما الايطالي يسجل اهداف كتير طبعا. كل الامال والطموحات طبعا مش هقول لك للجماهير المشجعه للفريق الايطالي، لان هنا في رابطه كبيره على فكره لفريق روما الايطالي وليهم اكاديميه، هيكون في برضه يعني دعم جماهيري، بس طبعا على مستوى جمهور النادي الاهلي. انا عايز اقول لك جمهور النادي الاهلي هتلاقي المدرجات كلها حمراء بكره. احنا يعني كمصريين وكحتى عاشقين للاهلي او غيره كلنا ورا النادي الاهلي ان شاء الله انه يحقق يعني مباراه قويه تليق باسمه كبطل القرن الافريقي، وايضا حتى على مستوى سمعته العالميه، لان هو اكثر الانديه فوزا بالالقاب. يمكن وانت بتتكلم دلوقتي يا دكتور عماد، وانت بتتكلم دلوقتي يمكن مخرجنا سمير عكاشة بيستعرض طبعا ملعب هزاع بن زايد، وبيستعرض مباراة السوبر، واكيد كلنا عايزين نشوفها بهذا الشكل التقني طبعا، والتصوير والشكل الرائع اللي ظهرت عليه مباراة السوبر، طبعا لن تقل عنها مباراة الغد ان شاء الله. بأكد لك 100% انت هتشاهد مباراة يعني هي ملتقى تماما وشبيهة تماما بالنقل التلفزيوني لمباراة الاهلي والزمالك في السوبر المصري اللي اقيمت على استاد هزاع بن زايد، لان الطعم والاداء مختلف، لان النادي الاهلي عودنا انه بيلعب مباراة كبيرة وبيلعبها بشكل جدي، يعني مش مع ليها طعم او ملهاش طعم. ضيف لي دوت يا استاذ ايهاب عشان برضه نبقى احنا واضحين الحضور الجماهيري. طبعا انت عارف ان اطراف المباريات والمنتخبات الوطنيه المصريه بيغيب عنها الحضور الجماهيري، خاصه على مستوى الدوري المحلي في مصر. فانت لما بتيجي بمباراه وديه بين الاهلي وروما الايطالي حط كل المعطيات اللي بكلمك فيها، حضور جماهيري على اعلى مستوى، ومش اي حضور جماهيري، حضور جماهيري متعطش لانه يشوف الفرق المصريه مره ثانيه بتلعب. طبعا بعد نجاح تجربه السوبر يا دكتور عماد، كانت تجربه ناجحه جدا على نفس الملعب وفي ذات المدينه. صحيح 100%. المباراه تلعب على استاد هزاع بن زايد في مباراه العين هي مباراه يعني هي مدينه بتقع يمكن بين ابو ظبي وبين دبي، مدينه جميله جدا. الاهم فيها ان استاد هزاع بن زايد واحد من اهم الملاعب اللي بيمتلك جميع المواصفات القياسيه العالميه موجوده فيه، من الملاعب المعروفين على مستوى العالم. يمكن اعتقد ان لم تخن الذاكره 2014 كان واخد من اجمل ملاعب العالم، اجمل استاد في العالم. مش غريب على النادي الاهلي، ودي ميزه ان الاهلي لسه لاعب عليه بنتكلم مباراه السوبر مع نادي الزمالك. مش غريب على الجماهير المصريه، هو يمكن بيرتفع ل 25,000 متفرج، ويمكن خليني اقول لك ان جميع التذاكر نفذت بالكامل، يعني نفذت عن اخرها، والموضوع اعتقد انه خلاص هتلاقي الملعب يعني ان شاء الله في مباراه غدا فل مقفول. الامور كلها ماشيه بشكل اكثر من رائع. العمليه التنظيميه يمكن انت بتيجي استهاب كتير في مباريات في الامارات. الغد المباراه اللي بينتظرها الجميع، الاهلي وروما، طبعا المباراه المرتقبه. لسه مكملين برضو مع ناقد النادي المتميز عمر عبد الله المتخصص في الكره الايطاليه. طبعا قبل الفاصل يا كابتن عمر كنا بنتكلم عن المواجهات بقى اللي بين لعيبه الاهلي وبين لعيبه روما، ولكن في التوقيت ده في حاله من الصخب والاهتمام خلاص قبل ساعات من المباراه في الامارات. ويكون معانا تليفون بعد قليل للحديث عن التليفون معانا. طبعا بنرحب بزميلنا الاعلامي المتميز الدكتور عماد يوسف
من الامارات. تحياتي ايهاب الخطيب وتحيات عمر عبد الله. اهلا بيك يا ايهاب، برحب بيك وحبيبي طبعا عمر من الصحفيين الشاطرين المميزين. وبقول له بوفن بيسلم عليك، هو هيعرف. حبيبي يا دكتور. هو طبعا يا دكتور عماد كان موصيك تجيب له التيشيرت بتاع بوفون وانت بتغطي طبعا. مش هفكرك تاني يا دكتور. بص انا بوعده ان التيشيرت بتاعه موجود، وان شاء الله باذن الله يعني يوم 21 طبعا انا عارف ان هو 21 هيفضي نفسه يقعد مخصوص. ان شاء الله باذن الله اجيب له التيشيرت بتاعه باذن الله يعني، واخليه يكتب له عليه كمان عمر، عشان بس مش بالعربي يا عمر يعني مش عايزك تبقى عشان. وانا خد بالك عشان التيشيرت ده لما تديهوله هخليه يجيبه معاه هنا. لا ان شاء الله باذن الله وعده بامر الله تعالى ان شاء الله يديله على التيشيرت وان شاء الله هجيبه له باذن الله. دكتور عماد، اهتمام بمباراه وديه بين الاهلي وروما، يعني تعدى حاجز الوديه، تحس ان المباراه رسميه والمباراه في الامارات او في ملعب العين، واهتمام اعلامي كبير بهذه المباراه. شوف خلينا واضحين ان النادي الاهلي لما بيلتقي باطراف اوروبيه بيكون زي ما باكد لك ان يمكن الاخوه الاماراتيين الناقلين لهذا الحدث بينقلوها بشكل اكثر من رائع، وطبقا ايضا لمقاييس ومواصفات عالميه. الامور ما بيبقاش فيها نوع من انواع الصدفه او عمليه اجتهاد من المخرج ان هو يحاول يوريك اي حاجه ملفته او غيره، لا في نظام وفي سيستم هو اللي هيمتعك. المباراه على المستوى الحضور حدث ولا حرج، حظه حلو قوي قوي اللي هيحضر المباراه دي في ارض الملعب. اللي مش هيكون ليه الحظ من كل طبعا الجماهير وحبايبنا في مصر اللي هم هيشاهدوا المباراه عبر شاشات التلفاز، عايز اقول لك ان هم هيكونوا في منتهى السعاده، لان هم هيشوفوا مباراه على اعلى مستوى من النقل التلفزيوني التقني زي المباريات اللي بتقام في اوروبا. مش هقول لك هيكون في فرق، هيتبقى فقط بس ان شاء الله ان الجهاز الفني والفريقين على ارض الملعب يقدموا لنا كده يعني لمحات فنيه وامور ان شاء الله هتكون جيده جدا جدا. قلت لك يا ايهاب ان من الممكن يحصل ايقاف في بعض التوقيتات من المباراه، اعتقد دقيقه في كل شوط او اكثر حسب الامور هتكون ايه، علشان الجو يعني بيبقى وقت مستقطع، ودي طبعا يشربوا ميه بقى والقصه دي. الاتحاد الدولي موجوده يشربوا ميه، دي يعني موجوده ما فيهاش اي مشكله في لائحه الفيفا، وبتحصل في دوريات كتيره جدا. بتحصل في الدوري المصري يا دكتور عماد، بس انت ايه طبعا انت غايب عننا شويه. الدرجات هنا درجات الحراره ارتفعت قوي بعد ما سافرت. ارتفعت مش عارف كنت خليتني والله معاك يا كان يمكن الجو كان يفرق، بس يعني ان شاء الله باذن الله الاجواء يعني تبقى احسن واجمل ان شاء الله. مصر هتظل رائده على مستوى طبعا الوطن العربي على المستوى الرياضي باسمها بانديتها. النادي الاهلي سواء ليها اطراف مصريه او ملهاش، بتشوف عمليه التنظيم بتكون على اعلى مستوى ودرجات. وعندك بكره يا دكتور عماد جاي لك بكره ما تقلقش. ان شاء الله باذن الله تيجي بالسلامه انت كل زمايلنا باذن الله تعالى. تنوروا. انت عارف ان العمليه الترتيبيه والتنظيميه اللي خاصه باللقاء بتكون يعني بمواصفات اوروبيه، وده اجمل ما يكون، والاحلى من كده ان الجمهور بيلتزم بشكل اكثر من رائع، لان هم يعلموا تماما جميع القوانين واللوائح اللي بتحكم الحضور الجماهيري للمباريات. فاعتقد دكتور عماد قبل ساعات من المباراه، يعني احنا دلوقتي ليله المباراه وقبل ساعات من المباراه، الاهتمام الاعلامي في الامارات الدنيا ماشيه ازاي؟ الامور في الساعات الاخيره من وجهه نظرك شايفها ازاي وانت موجود في ارض الواقع؟ خليني اقول لك ان طبعا لا على المستوى الاعلامي في طبعا حضور اعلامي جيد جدا، وفي تناول مميز سواء على مستوى الصحافه او حتى على مستوى التلفزيون. طبعا في قنوات مصريه وقنوات اماراتيه هتنقل المباراه، وهيبقى في استديوهات وفي تناول جيد. كان في النهارده مؤتمر صحفي كان ظهر اليوم بين روما وبين الاهلي، طبعا طلع بشكل لائق وشكل مميز. النادي الاهلي اتمرن بشكل جيد، اعتقد من الساعه 7 تقريبا 7:30 في نادي الوصل. ممكن تكون درجه الحراره في التوقيت ده يمكن يعني عاليه سنه بعض الشيء، بس خليني اقول لك ان هي مختلفه عن مصر. يعني مصر يمكن درجه الحراره دلوقتي فيها اعلى يمكن من الامارات، الجو والمناخ يمكن حتى مختلف عن السنين اللي فاتت، لان في التوقيت ده المفروض تكون الامارات حر جدا، بس الامور الحمد لله جيده، وده هيكون في صالح